اللي ممكن يبدا بيه احمد عبد الرؤوف بكره في ماتش بيراميدز. انا هبدا في حراسه المرمى بمحمد صبحي. ناس كتير بتقول محمد عواد، انا شايف ان محمد عواد بعيد قوي عن المشاركه. محمد عواد لو كان ممكن يلعب في السوبر المصري كان نزل في الماتش الاخير، مش المهدي سليمان اللي نزل. فانا بشوف ان هو هيبدا بكره بمحمد صبحي، ولو في تغيير غير صبحي هيكون المهدي مش عواد. اتنين باكات قدام وهو بنتايج وعمر جابر، اتنين ثابتين طبعا ما فيهمش اي تغيير. الشوط الثاني ساعات بيعمل تبديله وبينزل فتوح جنب بنتايج، وعمر جابر طبعا اساسي. لسه بارون اوشينج ما خدش الفرصه الكافيه اللي يخليه يبدا ماتش كبير زي بيراميدز، فاكيد عمر جابر اللي هيكون بادئ بكره. نيجي بقى لقلبين الدفاع واللي ممكن يكون فيهم كلام. حسام عبد المجيد هيلعب بكره ولا لا بعد التغييره اللي حصلت في الماتش الاخير؟ انا بقول كده رقم واحد محمد اسماعيل في ارض الملعب مستحيل يتغير او يطلع من الملعب. اما بقى بالنسبه لحسام عبد المجيد مش عارف، يعني مش مطمن ان ممكن حسام عبد المجيد يكون اساسي بكره، ولكن اعتقد هيبدا بيه، لان يعني حسام عبد المجيد هو الاجهز، مع انه قدم مباراه وحشه جدا الاخيره قدام طلائع الجيش، ولكن اتوقع انه هيلعب بحسام عبد المجيد بكره لانه ماتش كبير قوي وهيكون محتاجه. نروح بقى لنص الملعب، ونص الملعب اللي اكيد هيبقى اول واحد محطوط فيه محمد شحاته. محمد شحاته رجع في ماتش الطلائع اللي فات من الاصابه اللي خدت منه وقت طويل قوي، لكن الحمد لله على السلامه يا شحاته. محتاجينك الفتره اللي جايه تكون فورمه ان شاء الله، تقدم بكره يعني مباراه كبيره. وهيكون جنبيه طبعا احمد ربيع بديل دونجا اللي هو اصلا ما سافرش. كلنا طبعا عارفين السبب، بسبب ان دونجا موقوف 4 ماتشات في السوبر المصري بسبب المشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت. كده التشكيله تمام. هنبدا بقى اللعب في الجزء اللي قدام اللي ممكن يكون فيه غيابات، وطبعا خوان بزيرة اللي احنا طبعا هنبقى مفتقدينه في الماتش ده لو ما لعبش بكره. فانا هحط التشكيله بناء على ان خوان بزيرة مش موجود بكره. حط قدامهم في نص الملعب عبد الله السعيد، علم نص الملعب واللاعب اللي لما بيكون فايق وفي مستواه يعني يا مرحب بالانفرادات بالبينيات وبكل المتعه اللي ممكن تشوفها في كره القدم. الماتشات الكبيره اللي زي دي بتكون محتاجه عبد الله السعيد في ارض الملعب. روح بقى لناحيه الوينج الشمال وهو شيكو بنزا. عارف ان انت يعني وشك كرمش اول ما شفت الاسم، ولكن ما قدامناش غيره، ما هو ما فيش حل. هو لعيب سريع لعيب مهاري، لكن مشكلته ان هو يعني طاقه بلا فايده، يعني سرعه ملهاش اي فايده. لو احمد عبد الرؤوف قدر يوظفه صح ويعرفه ياخد الكره يعمل بيها ايه، والله ممكن يطلع منه شغل محترم في ماتش بكره. نروح بقى ناحيه الوينج اليمين واللي هو هيكون متاثر بكره بغياب خوان الفينا، وهنحط طبعا المتالق الفتره الاخيره ناصر ماهر، افضل لاعب الزمالك اخر 3 4 ماتشات، واللي بيقدم مستويات قويه في المباريات الاخيره. ودي بقى مبارياتك يا ناصر يا ماهر، يعني دي مبارياتك والمباريات اللي انت بتحب تتالق فيها وبتحب دايما تكون يعني ملعلع. فرصتك جات لك لغايه عندك اهو.